نعمة ربنا النهارده هنراجع الالجبرا. الالجبرا ما فيهاش قوانين كتير، على قد ما حضرتك هتشتغل معايا سؤال سؤال. كل سؤال منهم هتوقف وتحله معاك كالكليترك، قلمك، ورقتك. كل سؤال تشتغل فيه معايا وانا هحاول اعمل لك ستريس على كل سؤال بحيث تفتكر الدرس بتاعه كان بيتكلم عن ايه. الحاجه الثانيه هتلاقي معايا اسئله كوميوليتيف اللي هي التراكمي، ودي طبعا بتيجي في التشوز مش هتلاقيها في الاي سي، فهتركز معايا برضو عشان تحاول تفتكر، وباذنك يا رب مش هيخرج منها الامتحان السنه دي. نبدا يلا مع بعض، يلا. اول سؤال معايا سؤال كوميوليتيف، بيقول لي اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 25. معايا براكت، البراكت ده طبعا اكس بلس واي باور 2. ده كنا بنشتغل فيه ازاي؟ فيرست باي نفسه يبقى اكس سكوير، واي تايمز واي واي سكوير. بعد كده بقول فروم اب تو داون 2 تايمز اكس تايمز واي هتبقى 2 اكس واي. ابتدي اعمل سبستيتيوشن بقى. الجزء ده كله معايا بكام؟ ب 49 ايكوالز الاكس سكوير بلس الواي سكوير. الجزء ده كله كده معايا بكام؟ ب 25 بلس 2 اكس واي. بقت ايكويشن ابتدي حل. دي هتروح الاذر سايد بالنيجاتيف، يعني 2 اكس واي ايكوال 49 ماينس 25، يعني 2 اكس واي ايكوال 4 2. هودي 2 بالديفايدد يبقى الاكس واي ايكوال 24 اوفر 2، يبقى الاكس واي ايكوال 12. سؤال كوميوليتيف. طيب ده نمبر 1. نروح للسؤال اللي بعده، برضه سؤال عن الباورز وانت خدته في ثانيه اعدادي. لما الاقي المنظر ده ما تستعجلش طبعا وتقول لي هاخد بيز واعمل ادنج للباورز، لان دي مش تايم، دي بلس. فهنا باخد ال 2 باور 8 كومن فاكتور. لما تاخد حاجه من نفسها لازم تبقى مؤدب وتحط مكانها 1. هنا نفس الكلام احط مكانها 1، هنا نفس الكلام احط مكانها 1، وهنا 1. فهيبقى المنظر بتاعي 2 باور 8 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 يعني 4 تايمز 4. وكلنا عارفين ان ال 4 دي هي عباره عن 2 باور 2، يبقى 2 باور 8 تايمز 2 باور 2 اللي هي الانسر بتاعي هيبقى 2 باور 10. عملت ادنج للباور، ادي الانسر. نروح اللي بعدها برضه كوميوليتيف، بيقول لي اكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال 16، اكس بلس واي ايكوال 8، وعايز الاكس ماينس الواي. ده كان فاكتورايز 2 براكت متخاصمين. تعال نفتكره مع بعض كده. اكس سكوير ماينس واي سكوير عباره عن 2 براكت متخاصمين. الاولاني بوزعه اكس اكس، الثاني واي واي. بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف مش هتفرق. طبعا الكلام ده كله موجود معايا ب 16. الاكس بلس واي ايكوالز 8، الاكس ماينس واي ميسنج. اجيبها ازاي؟ هودي ال 8 بالديفايدد. لما اوديها بالديفايدد يبقى الاكس ماينس الواي ايكوال 16 اوفر 8 اللي هي هتطلع 2، يبقى الانسر بتاعي 2. نروح اللي بعديه برضه تاني اعدادي. طيب دي اوبند انترفال ودي ست. معنى ايه يونيون؟ معناها ان انا عايز الرقمين دول يبقوا معايا. هم مش معايا، مش معايا لان هم اوبن. اخدهم معايا يعني نيجاتيف 2 عشان تبقى معايا، بدل ما هي اوبن هتبقى كلوزد، يبقى نيجاتيف 2 كلوزد. خد ال 5، ال 5 كانت اوبن هتبقى كلوزد، يبقى نيجاتيف 2 كلوزد 5 كلوزد اللي هي هتبقى ايه. طيب اللي بعدها 5x equals 9y. هنلعب لعبة اسمها مئنتمين فرانكو اهو، مئنتمين متخاصمين. مئنتمين متخاصمين، يعني ايه مئنتمين متخاصمين؟ يعني انا دلوقتي عايز الاكس اوفر الواي زي ما هو طلب. طبعا مالكش دعوه بالنمبرز دلوقتي، انا بتكلم على الجزء ده بس اللي هو اكس اوفر الواي. الاكس كانت مقنتمه مع مين؟ مع ال5. تخاصمها يعني ايه؟ الاكس اب يبقى ال5 داون، الواي داون يبقى ال9 اب. يبقى المنظر اللي قدامك ده 3 اوفر 2، والاكس اوفر الواي ساعتك جبتها خلاص ب 9 اوفر 5، يبقى 3 اوفر 2 تايمز 9 اوفر ال5 اللي هي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 27 اوفر 10. 27 اوفر 10، سوري لان دي اصلا بكام؟ دي هتبقى ب 2. فهيطلع الانسر بتاعي اهو. طيب نروح اللي بعديها. The point 3 and 4 lays in the
سبيس كوادرانت. طيب تعالى مع بعض نفتكر الكوادرانت كده لان هتتكرر معانا كذا مره. طبعا ده الفيرست، سكند، ثيرد، فورث. لازم اكون عارف ان هنا بوزيتيف لان سعادتك بتمشي بوزيتيف بتطلع بوزيتيف. ده البوزيتيف اكس اكسس، ده النيجاتيف اكس اكسس، وهنا بوزيتيف واي اكسس، وهنا نيجاتيف واي اكسس. هنا بمشي نيجاتيف اطلع بوزيتيف يبقى دي نيجاتيف بوزيتيف. هنا بمشي نيجاتيف انزل نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف نيجاتيف. هنا بمشي بوزيتيف انزل نيجاتيف يبقى دي بوزيتيف نيجاتيف. يبقى لما يجي يقول لي هنا 3 و4 بوزيتيف يبقى دي طبعا هتبقى الفيرست من غير كلام. طيب اللي بعديها هنا بيقول لي نمبر اوف الاكس ايكوال 2 نمبر واي سكوير ايكوال 9. واي سكوير على طول اجيب منها النمبر اوف الواي اللي هي روت ال 9. روت ال 9 يبقى الانسر بتاعي 3. طيب بيقول لي عايز نمبر اكس تايمز الواي يبقى 2 تايمز 3 يبقى الانسر بتاعي 6. ما فيهاش اي حاجه وسؤال دايركت وجميل جدا. اللي بعدها هنا بيقول لي نمبر اوف الاكس ايكوال 2 نمبر اوف واي تايمز الاكس ايكوال 6. عايز مني نمبر اوف واي سكوير. طيب نمبر اوف الاكس بكام؟ ب 2. كام تايمز 2 ايكوال 6؟ 3. انا عايز ان واي سكوير يبقى 3 باور 2 ايكوالز 9. برضه سؤال دايركت جدا. اللي بعدها الاكس ايكوال 3 نمبر اوف الواي ايكوال 5 وبيقول لي نمبر اوف اكس تايمز الواي. طيب الاكس ايكوال 3 ده element 1 element معناها ان النمبر اوف الاكس بكام؟ 1. النمبر اوف الواي ب 5 يبقى الانسر بتاعي 5. برضه سؤال جميل جدا ما فيهوش اي مشكله وادي ال5 بتاعتي. اللي بعدها نروح بقى لايكواليتي بين تو اوردرد بيرس. طيب هنا لازم اكون عارف ان الفيرست ايكوال الفيرست والسكند ايكوال السكند واتمرنا عليها كتير طول الترم. فهقول كده x بلس ال 5 equals 1 وهنا 6y بلس ال x equals 8. طيب هنا ال 5 هتروح الاذر سايد هيبقى ال x equal 1 minus 5. الحاجات اللي بنغلط فيها كتير ال 1 موجود ال 5 اللي راح له فهتبقى نيجاتيف 4. طيب هبتدي اعمل سبستيتيوشن للاكس لان هنا عندي 2 انون ولو معايا 2 انون ما اعرفش احل لازم يكون معايا 1 انون. هنا حطيت الاكس بنيجاتيف 4 equals 8 دي هتروح بوزيتيف يبقى 6y equals 12. ال 6 هتروح divided يبقى ال y equal 2. برضه سؤال جميل. نروح للي بعده. برضه equality between two ordered pairs. خلاص حفظنا الفيرست equal الفيرست وخد بالك لازم يجي عليه سؤال مفيش فيه كلام مفيش فيها كلام. x minus y equal 8 وهنا y plus 3 وكلنا بنحب نكتب الحاجه اللي فيها unknown في الليفت هاند سايد وهنا equal 11. طيب دي هتروح بوزيتيف يبقى الاكس ايكوال 9 دي هتروح نيجاتيف يبقى الواي 11 ماينس 3 ايكوالز 8. طالب مني روت اكس بلس 2 واي سبستيتيوشن بقى. روت هنا 9 بلس 2 الواي معاك بكام؟ ب 8 اللي هي هتطلع روت ال 25 اللي هي هتطلع 5. ما يضحكش عليك وتختار بوزيتيف اور نيجاتيف دي لما يكون معاك ايكويشن وانا عايز الايه؟ الاكس او عايز الواي او عايز الحاجه الانون. اما دي طبعا سؤال عادي جدا هو طالب مني البوزيتيف فاختار البوزيتيف. اللي بعديها بيقول لي if the point 2y lays on the x axis. اول ما المح الكلمه دي ابقى عارف على طول ان الواي ايكوال 0 وطبعا الواي هنا كانت ميسنج يبقى على طول الواي ايكوال كام؟ ايكوال 0 بس هو طالب مني هنا y بلس ال 4 يعني 0 بلس 4 يعني الانسر بتاعي هيبقى 4. طيب ناخد اللي بعدها. The point A minus 3 and 5 lays on y axis. لمحت كلمة الواي اكسس يبقى عكس اللي قلناه في السؤال اللي قبله يبقى هنا على طول الاكس ايكوال 0. طيب مين اللي قايم بدور الاكس هنا؟ اللي قايم بدور الاكس A minus 3 ايكوال 0 دي هتروح الاذر سايد يبقى ال A ايكوال 3 يبقى هنختار عايز ايه بس؟ يبقى ال A ايكوال 3. نروح اللي بعدها. سؤال زي كده يا اولاد بولينوميال فانكشن من الاسئله اللي ما حدش مننا بيحبها قوي لكنه سؤال لو انت ركزت فيه هتلاقي الدنيا لطيفه وما فيهاش مشكله. بيقول لي هنا طبعا دي كانت اف اوف اكس بقت اف اوف 2. ايه معناها؟ ان تعمل سبستيوشن مكان كل اكس تحط لي مكانها والانسر بتاعك هيبقى في الاخر 11. طيب انا معايا دلوقتي الفانكشن بتاعتي اف اوف اكس ايكوال اكس باور كي ماينس 2 بلس 3. طيب يبقى هشيل كل اكس هحط مكانها 2 فهتبقى 2 باور كي ماينس 2
بلس ال 3 الانسر بتاعي بعد السبستيتيوشن بكام؟ 11. اعتبرها ايكويشن وحل، دي هتروح ماينس يبقى 2 باور كي ماينس 2 ايكوال 8. كلنا عارفين ان ال 8 دي هي عباره عن 2 باور 3. طيب البيز زي البيز يبقى الباور زي الباور، يبقى كي ماينس 2 ايكوالز 3. دي هتروح الاذر سايد يطلع الكي بتاعتي ب 5. سؤال ما فيهوش مشكله لو انت مركز. اللي بعدها برضه بولينوميال، بيقول لي هنا اف اوف اكس ايكوال 3. طبعا دي كونستانت. ليه كونستانت؟ لان ما ادكش هنا فاريبل. فلما اقول لك اف 2 هتقول لي 3 ماينس لما اقول لك اف 7 هتقول لي 3، يطلع الانسر بتاعي 0. اللي بعدها الفانكشن اللي قدامي دي بيقول لي is a polynomial function from the second degree. علم على كلمة second degree. معنى اللي هي second degree ان الهايست باور عندي باور 2. يعني انا عايز الجزء ده بس، مش عايز دي. ايه معنى انا مش عايز دي؟ ان لازم الكوفيشنت في الاخر يبقى بزيرو عشان يخلص لي على الاكس باور 3. ده معناها ان 2a minus 2 equal 0. دي تروح الاذر سايد بالبوزيتيف يبقى 2a equal 2. ال2 تروح الاذر سايد بالديفايدد يبقى الاي بتاعتي ايكوالز 1. سؤال جميل برضو وحلو جدا جدا. طيب اللي بعدها all of the following are polynomial function except. طبعا امتى اقول polynomial امتى لا؟ لما يكون الباورز اللي معايا كلها belong للزد. belong للزد. انهي زد بقى؟ الزد بوزيتيف. الزد بوزيتيف اللي هي ما فيهاش لا زيرو ولا نيجاتيف. طيب دي بالنسبه لي باور 3 شغاله، باور 2 جميل جدا، يبقى ده شغال. اللي بعدها هنا بقى في مشكله، ان الاكس دي سعادتك لما هتطلع فوق هتبقى اكس، هي طبعا كانت باور 1 بس ما بيتكتبش، لما تطلع فوق تبقى باور نيجاتيف 1. ده معناها ان في باور عندي بيلونج للزد نيجاتيف، يبقى هي دي الوحيده اللي ما تنفعش. اللي بعدها لعبه مقنتمين متخاصمين ولسه لاعبينها سوا. عايز A اوفر البي، اللي هي الاي كانت مقنتمه مع ال3 خاصمها، الاي فوق ال3 تحت، البي تحت ال4 فوق، يبقى طبعا الانسر بتاعي 4 2 3 اللي هي دي. اللي بعدها the third proportional of the quantities 2 3 and 6. طيب انا كده معايا الايه؟ معايا الفيرست، معايا السكند، الثيرد مش معايا فهقول اكس، ومعايا الفورث. تعالى بقى نعملهم بروبورشنال، يبقى 2 over 3 equal x over 6 زي ما هو طلب. ترتيبك طبعا مهم جدا. طيب نجيب الاكس، هتبقى 2 times 6 over 3 اللي هي هتطلع equals 4. هنا بيقول لي the third proportional of the two numbers. طبعا two numbers يبقى انا معايا الفيرست ومعايا السكند، بس معيش الثيرد اللي انا هقول عليه x. طبعا دي بقت continued اللي هي 3 over 6 equal 6 over x. الكروس الجميل يبقى الاكس equal 6 times 6 over 3 اللي هي هتطلع طبعا ب 12. سؤال جميل جدا جدا جدا. طيب ذا ريليشن، نبتدي بقى نلعب لعبه الدايركت والانفرس. ذا ريليشن بتوين او ذا ريليشن representing the direct variation between the two variables and x and y is. دي صوره الانفرس. لو انت مش عارف الانفرس x times y equal 5، نكتبهم هنا كده الدايركت وادي الانفرس. نقول كل حاجه عنه. الدايركت كان الاكس دايركتلي مع الواي، لازم يكون التو ليترز قدام بعض. اما الانفرسلي بتلاقي 1 اوفر الفاريبل الثاني. الريليشن هنا لازم تكون حافظها، الاكس ايكوال كونستانت في الواي، اما هنا الاكس تايمس الواي ايكوال الام. طيب الريليشن دي كده انفرس ما تنفعش، دي لا هي انفرس ولا هي دايركت. دي هعمل كروس عشان تبان معايا، هتبقى اكس واي ايكوال 12 اصبحت انفرس. هنا هتعمل برضو كروس او تنزل الواي وتطلع ال5 زي ما يعجبك، هتبقى هنا بالنسبه لي 2x equal 5y. يعني ال2 لما تروح الاذر سايد بالديفايدد يبقى الاكس 5 over 2y. صوره الدايركت زي ما احنا لسه كاتبين، يبقى الانسر بتاعي هيبقى دي. نروح اللي بعديها ذا بوزيتيف سكوير روت اوف ذا مين. طبعا بوزيتيف سكوير روت يبقى بيكلمك على طول على الستاندرد ديفيشن، حتى انا معلم لك عليها لان هي مش مستاهله من الحاجات اللي محفوظه. ذا سمبلست ديسبرجن، اول ما يقول لك السمبلست يبقى على طول برضو الرينج من الحاجات المحفوظه. طيب اللي بعديها نفس الكلام برضو الديسبرجن اند ذا موست اكيوريت، يبقى الستاندرد ديفيشن مش الرينج، خد بالك. اللي بعديها ذا ستاندرد ديفيشن فور فاليوز ايكوالز 2. طبعا دي هنا بيلعب على الرول، هو مديك السيجما اصلا ب 2،
الرول بتاعك السيجما ايكوال روت، ونصيحه لازم تحفظه لان هيجي عليه سؤال بدرجات كبيره غير التشوز بتاعك اوفر الان. معايا الستاندرد ديفيجن بكام؟ ب 2، ومعايا الروت بتاع اكس ماينس الاكس باور 2 ميسنج، ومعايا الان بتاعتي بكام؟ معايا النمبر بتاعي ب 10. طبعا عشان الاجابه بتاعتك تطلع 2 يبقى ده لازم يكون 4، يبقى اكيد الجزء ده كله بكام؟ ب 40. عايزه واحد برضو دماغه حاضره. 40 على 10 4، روت ال 4 على طول بكام؟ ب 2، ما فيهاش اي مشكله. نروح اللي بعدها. اللي بعدها the standard deviation for the values 5 و x plus 2 و 2y plus 1، وناخد بالنا ان السؤال ده جه في النموذج الاسترشادي، يعني سؤال من الاسئله المهمه. لما يقول الستاندرد ديفيجن از 0 ده معناها ان الفاليوز اللي قدامك دي كلها ايكوالز بعض. يعني اقدر اقول ان الاكس بلس 2 ايكوال 5، واقدر اقول ان ال 2y بلس ال 1 برضه ايكوال 5، واتعامل معاهم كايكويجن. دي هتروح الاذر سايد هتطلع الاكس ب 3، دي هتروح الاذر سايد هتطلع ال 2y ب 4، وال2 هتروح بالديفايدد هتطلع الواي ايكوالز 2. هو عايز منك اصلا x بلس y يعني 3 بلس 2، يعني الانسر بتاعي هيطلع 5. طيب اللي بعدها نبتدي بقى نخش في اسئله اللي انا بعتبرها اسئله دايركت جدا، مهمه جدا ودرجاتها محترمه. ناخد بالنا ان ثالثه اعدادي على الاقل 60% اسئله طبيعيه جدا، لان هو بيخاطب جميع فئات الطلاب. فده سؤال انا بعتبره سؤال دايركت، حرام تغلط فيه، حرام تغلط فيه. طيب مبدئيا عندي الماينس، ولازم اكون عارف ان الماينس اللي موجود في الاول مش موجود في الثاني. انا بقول لك زد ماينس الواي، ايه اللي موجود في الزد مش موجود في الواي؟ اللي موجود في الزد مش موجود في الواي ال5 ونيجاتيف ال2، يبقى الجزء الاولاني 5 ونيجاتيف 2 تايمز. لما اقول لك اكس انترسكشن واي معناها الكومن نمبرز، الكومن نمبرز الارقام اللي موجوده هنا وهنا. مين اللي موجود في الاكس والواي؟ اللي موجود في الاكس والواي ال4، يبقى دي 4. كده انت حليت حاجه بتاعت 5 ابتدائي. طب الشغل بقى ثالثه اعدادي انك تعمل لده تايمز، يعني 5 و4 اوردرد بير جوه ست، وبعد كده نيجاتيف 2 كام؟ و4. ما ننساش شغل ثالثه اعدادي بعد ما خلصت شغل 5 ابتدائي. اللي بعديها بيقول لي ان اكس سكوير، سؤال تافه لان هو مش عايز الحل، هو عايز النمبر. اشوف كده الاكس فيها كام نمبر؟ فيها 2، 2 باور 2، يبقى الانسر بتاعي 4. خدت درجتي مفيش اي مشكله. سؤال تاني ناكد بيه الكلام، بيقول لي هنا اكس تايمس واي انترسكشن الزد. الاكس اللي معايا كانت 3 و4، مفيش فيها اي مشكله، انا بنفذ اللي بيقول لي عليه. الاكس بكذا تايمس، نفذ بقى هنا واي انترسكشن الزد الكومن نمبرز اللي هو بعينك ال5. ابتدي بقى اشتغل يلا. يبقى هتبقى الانسر بتاعي 3 و5 و4 و5. طيب بالنسبه لنمبر 2 بيقول لي اكس ماينس الواي، ممكن نحلها هنا كده. اكس ماينس الواي اللي موجود في الاكس مش موجود في الواي، اللي موجود في الاكس مش موجود في الواي كان 3 تايمز الزد هتنزل زي ما هي زي ما هو طلب 6 و5. نبتدي بقى نشتغل شغل ثالثه اعدادي. 3 و6 3 و5، سؤال ما فيش فيه اي ازمات خالص خالص خالص. اللي بعدها نبتدي بقى نخش على اسئله الريليشن اللي هي فانكشن اور نوت، ودي طبعا بتيجي على حسب فهمك للسؤال. لو حضرتك فاهم السؤال او فاهم الريليشن بتاعت الماس اللي موجوده عندك فالموضوع سهل جدا. تعالى برضو نشتغله بطريقه سهله عشان تبقى شغال معايا. مبدئيا لازم اكون عارف ان الاي دي جايه منين؟ من عند الاكس، والبي جايه من عند الواي. على جنب كده بقى سعادتك تكتب لي رولز. هتشتغل طبعا في ارقام الاكس لان هو بيقول لك 2 اي، يبقى انا هعمل 2 تايمز وابتدي اجرب الرقم اللي موجود في الاكس واشوف الانسر بتاعي موجود في الواي ولا لا. طيب اول حاجه عندي كانت 2، 2 تايمز 2 طلعت 4، الحمد لله موجود. يبقى اول رقم هكتبه معايا هو ال2 طلع 4. طب اللي بعديها بنفس الطريقه 2 تايمز الرقم اللي بعده كان 3 طلع كام؟ 6. موجود موجود، يبقى 3 and 6. اللي بعديها هتبقى 2 تايمز هجرب الرقم اللي بعده اللي هو 5، طلع الانسر بتاعي 10 والحمد لله برضو موجود، يبقى هتبقى 5 طلعت 10. المنظر اللي قدامي ده فانكشن لان كل ايليمنت في الاكس خرج منه ايمج للواي. طبعا لازم هعمل الارو ادي
2 كولمز قدام بعض بمسطرتك الحلوه، ادي اكس ادي واي. ارقام الاكس بتاعتك وزعها كده ما تلزقهاش في بعض، 2 3 اند 5. ارقام الواي 4 6 8 10. ال2 مع ال4، ال3 مع ال6، ال5 مع ال10. كده كل اليمنت في الاكس خرج منه 1 ارو في الواي، فدي هقول له بالتاكيد دي فانكشن، لان هي حققت الشروط اللي احنا قلنا عليها قبل كده. لازم كل اليمنت في الاكس يخرج منه 1 اند اونلي 1 ارو رايح لمين؟ للواي. طبعا بيقول لي واي، هقول له بيكوز اللي احنا قلناه بقى، ترجمه وما تخافش. بيكوز بطريقتك each element in x has one arrow او image زي ما انت بتحب تكتب in الواي، الاثنين هيتحسبوا لك صح. طب فرضا طلب مني الرينج، ما هي خلاص بقى فانكشن، وطالما فانكشن من حق اجيب الرينج. الرينج هنا الارو راح لمين؟ راح للفور، راح لل6، راح لل10، عشان لو طلبها ما طلبهاش حلها برضه مش هتخسر حاجه، لما تزود يبقى افضل. نروح لسؤال بعده برضه بيتكلم برضه عن الريليشن، وبيقول لي هنا ال A ايكوال 3B. سعادتك هتعمل درافت، ال A جاي من عند ال X، ال B جاي من عند ال Y، بس المره دي الشغل في ال Y. يعني هعمل كده ايكوال سيرد وابتدي اجرب ارقام ال Y. اول رقم معايا 1، سيرد تايمز 1 بسيرد، وده مش موجود. بعد كده سيرد تايمز الرقم اللي بعده كان 3 وطلع 1، يبقى اول واحده كان 1 و3، وما تغلطش غلطه 3 1، لازم الاليمنت تيجي من هنا. فيبقى اول حاجه معايا كانت كام وكام؟ كانت لما عملت ثيرد تايمز ال 3 طلعت 1، يبقى ال 3 نفع مع ال 1، يبقى 1 و 3. اللي بعدها هنكمل ثيرد، الرقم اللي معايا كان 6، يبقى ثيرد تايمز ال 6 هتطلع 2، وده طبعا موجود هنا عندي، فيبقى 2 and 6. الرقم اللي بعده كان 9، فهعمل ثيرد تايمز ال 9 طلعت لي 3، موجود اهو، يبقى 3 وكام؟ 3 و9. وطبعا مفيش داعي لتجربه ال 12 لان ارقام الاكس اصلا خلصت. هترسم رسمتك وهتقول لي هي فانكشن، وهتجيب الرينج اللي هو هيبقى 3 و6 و9 عشان ناخد السؤال بعده ما نضيعش الوقت. طيب نروح اللي بعده برضه نفس الكلام، ريليشن برضه تقدر تحققها بمنتهى السهوله. كل اليمنت فين؟ في الاكس، مع كل اليمنت منين؟ من الواي. لازم يكون الصم بتاعهم ايكوال 7. اي حد يعني على قده هيعرفها، لان 1 وكام 7؟ 1 و6، 3 و4، 4 و3، 5 و2. وطبعا فانكشن كل اليمنت خرج منه هتكمل وتجيب الرينج وتجيب كل حاجه، سعادتك كملها لوحدك. طيب اللي بعدها ابتدى بقى يقول لي in the opposite figure، مسألة من المسائل اللي مش متكررة ولكنها ممكن تيجي. هنا الشكل ده لازم تكون عارفه كويس جدا، دي طبعا ارو دياجرام بس بطريقة مختلفة. هنا بيقول لي the arrow diagram represents the relation R on the set X. write ال R. تعالى نكتب ال R. عينك على السهم راح لفين وجه منين؟ أول حاجة خالص السهم لف من عند ال1 وجه لنفسه، يبقى الأولانية 1 1. ركز على ال1. السهم الثاني جه من عند ال2 راح لل1، يبقى 2 1. الثالث جه من عند ال3 لو انت مش شايفها وراح لل1، يبقى 3 1. ايه المنظر ده؟ اولا هو بيقول لك فانكشن، طبعا فانكشن. ال1 وال2 وال3 خرج منهم. هتقول لي كله يا مستر راح لواحد، وايه المشكله؟ مفيش مشكله، اهم حاجه ان الاكس ما اتعادتش، يبقى دي طبعا هقول له فانكشن وانت عارف الباقي. طيب اللي بعدها برضو من الاسئله اللي هي مش تقليديه. الاف از ذا فانكشن 0 4 1 و 3 2 2 3 و 1. عايز الدومين. مين هو الدومين؟ الدومين دايما هو الاكس. الدومين دايما هو الاكس. حد يطلع لي بقى الدومين كده وانا بتكلم. هيبقى 0 1، ادي الاكس اهي، 0 1 و2 و3، 0 1 و2 وكام و3. طيب طالب مني سؤال برضو، طبعا الرينج قبل ما نخلص الرينج طبعا دايما الايمج اللي هي ال4 وال3 وال2 وال1، يبقى الرينج هنا هتبقى 4 3 2 1.
سعادتك هنا هتجتهد شويه في السؤال ده لان السؤال محتاج واحد بيفكر. هو عايز الرول، فانت بتبص كده تشوف الزيرو بقت 4 يبقى ممكن اكون عملت لها بلس 4، ال1 بقى 3 يبقى ممكن اكون عملت لها بلس 2. كده مش ماشيه، انا عايز الرول يمشي على الكل. طب لو بصيت تاني هتلاقي ان 0 بلس 4 4، 1 بلس 3 4، 2 بلس 2 4، 3 بلس 1 4. ده معناها زي اللي احنا كنا لسه عاملينها من شويه a بلس b ايكوال 7، معناها ان الرقم اللي كان في الاكس اللي هو دايما بسميه a بلس الرقم اللي كان في الواي اللي هو دايما بسميه b، لازم الانسر بتاعي تبقى 4، وهي دي الرول اللي هو كان عايزه. طيب اللي بعدها هنا بيقول لي f of x equal to x plus k f 5 ب 13، كنا حليناها في التشوز وتعالوا نحلها تاني. ده معناها ان هو شال كل x وحط مكانها 5 والانسر بتاعي في الاخر 13. طيب يبقى 2 5 مكان الاكس بلس الكي لاني ما اعرفهاش، الانسر بتاعي ايكوال 13. بتهيالي خلاص الناس اللي بتشوفني عملتها في ثانيه الا ثانيه، هتودي دي بالماينس او خلاص عرفت ان الكي بكام؟ ب 3. سؤال سهل جدا. اللي بعده نفس الكلام، سؤال برضو بولينوميال فانكشن. طيب اف اوف اكس جي اوف اكس، طبعا مسميهم اسمين مختلفين لان هما تو فانكشنز. عايز مني اف روت 2 بلس 3 جي روت 2. طيب اف روت 2 يعني مكان كل اكس في الاف حط روت 2. يلا هتبقى روت 2 باور 2 ماينس 3 تايمز روت 2. بس ادي كده الفانكشن الاولانيه مفيش حاجه تاني. بلس الجي اوف اكس بقى، تعالى عند الجي وحط لي مكانها روت 2، بس قبليها كان في كام؟ 3. ماليش دعوه بال 3، هبتدي بقى احط هنا روت 2 ماينس ال 3 وهقفل. وممكن اعمل دي كلها بالكالكليتر مفيش اي مشكله. معناش كالكليتر هنا فهنحل بدماغنا. دي هتطلع 2، دي هتبقى نيجاتيف 3 روت 2، دي هتبقى لما هعمل تايمز هتبقى بوزيتيف 3 روت 2، وهنا هتبقى نيجاتيف 9. ده كانسليشن 2 ماينس 9 هتطلع الاجابه نيجاتيف 7. طيب نروح اللي بعدها بيقول لي بروف ذات ان الاف 3 ايكوال جي 3. طيب تعالى نجيب الاول اف 3 ونشوف تطلع بكام. مكان كل اكس حط 3، هتبقى 3 باور 2 ماينس 3 تايمز 3 اللي هي 9 ماينس 9 اللي هي الانسر 0. هروح اجيب جي 3 اللي هي مكان كل اكس برضو هنا هحط 3، 3 ماينس 3 يطلع الانسر 0. يبقى الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. سؤال مفيش فيه برضو اي مشكله. اللي بعده اف اوف اكس ايكوال، انا بكتر البولينوميال فانكشن لان ده درس ما بيعجبش كتير مننا. اف اوف اكس ايكوال اكس ماينس 6 وبيقول لي سرد اف، مالكش دعوه بالسرد، اهم حاجه اللي هو هيشيل كل اكس يحط مكانها اي والانسر بتاعي هيبقى نيجاتيف 2. طيب يلا مكان الاكس هحط ايه؟ ماينس 6. ما تنساش ان الكلام ده كان براه في سرد فهتنزل السرد، والانسر بتاعي كان نيجاتيف كام؟ 2. اتعامل كايكويجن، دي هتروح بالديفايدد يبقى a ماينس ال 6 نيجاتيف 2 ديفايدد السرد هتبقى نيجاتيف 6. دي هتروح بالبوزيتيف يبقى الايه هتبقى ايكوال 0. طيب نروح اللي بعدها. طيب ده سؤال برضو اف اوف اكس ايكوال تو اكس بلس اي، ونفس الكلام لا يزيد ولا يقل. مكان كل اكس هحط 3 وابتدي اشتغل. مش هحلها بقى، انتوا ممكن تطبقوا نفس الكلام. اللي بعده هنا مساله جراف، ودي جت في سنه من السنين كان كل المدرسين متوقعين اللي تيجي الكوادراتيك وجات لهم اللينير، فلازم نحط ده ونحط ده، في احتمال يجي ده وفي احتمال يجي ده. طيب اف اوف اكس ايكوال اكس بلس 1 دي طبعا لينير. ليه؟ لان الهايست باور باور 1. هنا بتعمل لي تيبل وبترسم طبعا في كراسه الجراف. ادي هنا اكس، ادي اف اكس. دي انا بسميها مساله الزيرو 12. ليه مساله الزيرو 12؟ لانك ستارت 0 واند ب 2، وكلنا بنعرف نعملها بالاله اللي هي مود 7 او مود تيبل. يعني بيظهر لك اف اكس، بتعمل لي الفا كالك وبتكتب بقى الفانكشن اللي عندك، وتعمل لي بيقول لك الستارت بتقول له انت اللي بتقول له 0، بيقول لك عايز الاند بتقول له 2، بيقول لك ستيب بتدوس ايكوال بيطلع لك الاجابات اللي انا هكتبها دلوقتي. انا هعملها بدماغي. 0 بلس 1 هتطلع 1، 1 بلس 1 هتبقى 2، و2 بلس 1 هتطلع 3. هروح ارسمه. طبعا هرسمه في كراسه الجراف اهي. انت هترسم في الجراف، وطبعا انت عارف ان لو ما طلعش ستريت لاين يبقى سعادتك ما بتعملش شغلك مظبوط، لازم تطلع ستريت لاين. طبعا معاك كراسه الجراف فهتظبط الدنيا ما فيهاش مشكله. نيجاتيف 1 انا برسم على قد الارقام اللي عندي اهي. 0 1 عندي الزيرو هطلع 1 اهو، همشي 1 وهطلع 2،
همشي 2 وهطلع 3 هوصل، لازم تطلع ستريت لاين، ما طلعتش يبقى سعادتك عندك مشكله. اللي بعدها المساله المعروفه الشهيره جدا اللي بتيجي في كل الامتحانات اللي انتوا حليتوها، دي كوادراتيك برضه مود 7. سعادتك بتقول لي ده الستارت بالاله وده الاند، مفيش فيها اي مشكله، برضه نفس الكلام ونفس الطريقه. هتكتب معايا، هتبتدي تكتب كده مود 7 وتكتب الفانكشن بتاعتك، والستارت هو اللي بيديهولك هنا بقى. هنا بيديك هو الستارت بنيجاتيف 4 طبعا، هو اللي بيحدد، وبيديك الاند ايكوال 2، وممكن يغير ارقامه، بس انت عينك على الانترفال اللي بيديها لك، عينك على الانترفال اللي بيديها لك في الكوادراتيك. طيب وبعد كده زي ما قلنا الستيب سعادتك بتدوس ايكوال بيطلع لك تيبل كبير. طبعا انا برضو هحسبها بدماغي لان هنا مفيش آلة اهو. ادي اكس وادي اف اكس، الستارت بتاعي كان بنيجاتيف 4، ممكن اوزعهم انا نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2، وتبتدي بقى تعمل سبستيتيوشن. هنا نيجاتيف 4 باور 2 هتبقى 16 ماينس 8 8 بلس 1 هتطلع 9. نيجاتيف 3 باور 2 هتحسبها هتطلع 4، هتحسب دي برضه هتطلع 1. هنا نيجاتيف 1 باور 2 هتبقى 1 ماينس 2 نيجاتيف 1 بلس 1 هتطلع 0. هنا هتطلع 1، هنا هتطلع 4، هنا هتطلع 9. من قبل ما ارسم الجراف بتاعي لازم اكون عارف ان انا اقدر اجيب الفيرتكس من غير اي حاجه. الفيرتكس هو بتبص بعينك تحت كده بتكنسل اهو 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 اهو، يبقى هي دي الميرور تقفش فيها، يبقى الفيرتكس بتاعتك اللي بتجاوبك على 3 اسئله. وبالمناسبه انت مش محتاج تبص هو عايز ايه لانه بالتاكيد هيطلبهم. تاني حاجه هيطلبها منك الايكويجن، الايكويجن على طول هي الاكس في الفيرتكس اللي هي اكس نيجاتيف 1. تالت حاجه هيقول لك هي ماكسيمم ولا مينيمم، هتبان بالرسمه، هتبان بالرسم كده كده هنرسم وهنشوف الكيرف كان ماكسيمم ولا كان مينيمم. تعال نشوف اهو. هنا 0 1 2 3، انا طبعا هرسم واحده وهسيب لك الباقي سعادتك تعمله. 6 7، نحاول نزودها شويه، 8 9. هنا هتبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، وهنا هيبقى معايا برضو 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. اول واحده بيقول لي نيجاتيف 4 و9 يبقى همشي نيجاتيف 4 وهطلع 9. اللي بعديها نيجاتيف 3 و4 همشي نيجاتيف 3 وهطلع 4. اللي بعديها نيجاتيف 2 1 همشي نيجاتيف 2 وهطلع 1. اللي بعديها نيجاتيف 1 و0 يعني عند نيجاتيف 1 هقف. اللي بعديها عند الزيرو هطلع 1. اللي بعديها همشي 1 وهطلع 4. وبعديها همشي 2 هطلع 9. هوصل بايدي عشان يكون في كيرف زي ما قلنا. طبعا الرسمه دي هتعتبر مينيمم. وتعالى اقول لك سر، السر بيقول ايه؟ لو لقيت الاكس سكوير اللي عندك دي بالبوزيتيف اعرف ان رسمتك لازم تطلع مينيمم، لازم تطلع مينيمم. طب لو كانت بالنيجاتيف يبقى هتطلع العكس ماكسيمم. يبقى هنا مينيمم. مينيمم امتى بقى؟ عند الواي ايكوال 0. يبقى السؤال ده رد على الفيرتكس، جاب لي الايكويجن وجاب لي ماكسيمم اور مينيمم. اللي بعدها خلاص تقدروا تعملوها لوحدكم وتجيبوا كل حاجه. هنا برضو دي نفس الكلام، دي طبعا هتبقى بس انا هحلها عشان فيها اريا فهقول كده اهو. ادي برضو دي ستارت بزيرو واند بكام؟ ب2 اهو. ادي اكس ادي اف اكس 0 1 2. اشمعنى دي كده؟ لانه ما بيدينيش انترفال. هنا الزيرو هتطلع 4 ال1 هتطلع 2 وال2 هتطلع 0. هنروح نرسمها اهي اهو 0 1 2 3 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. وهنا برضو خلينا نقول 4 عشان فيها 4. عند الزيرو هطلع 4. همشي 1 هطلع 2. همشي 2 هقف. هتوصل بالمسطره هتطلع ستريت لاين. طالب منك ايه بقى؟ انا دي خلاص كده ما فيهاش مشكله، عايز مني الاي والبي. الاي والبي بيقول لي فايند ذا كوردينيتس اوف اي اند ايه اند بي. طيب كلنا عارفين ان ده الاوريجين بوينت، ولو انا سميت دي ايه وسميت دي بي تعالوا نجيبهم.
طبعا الاي انت مشيت 2 وقفت، يبقى الاي دي بكام؟ ب 2 0. طيب البي انت عند الزيرو طلعت 4، يبقى دي هتبقى 0 كام؟ 0 4. طالب مني حاجه جديده ما شفتهاش قبل كده، او يمكن تكون شفتها، الاريا بتاعت الاي او بي. كلنا عارفين ان الاريا اوف التراينجل هاف تايمز البيز تايمز الهايت، يبقى اريا التراينجل اي او بي هاف تايم بيز تايمز الهايت. فين البيز؟ المسافه اللي انا مشيتها على الاكس اكسس كانت 2، يبقى هاف تايمز 2. فين الهايت؟ المسافه اللي انا طلعتها على الواي اكسس كانت 4، يبقى تايمز ال 4. طبعا ال2 خلص على ال2، يطلع الانسر 4 سكوير يونت. اللي بعدها طبعا رسمه مرسومه زي ما انتم شايفين، وطبعا انتوا لما بتشوفوا رسمه مرسومه بتتوتروا شويه، لكن الموضوع ما فيهوش توتر لو انت فاهم الدنيا جميله. ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف وير اف اوف اكس دي طبعا كوادراتيك، وبيقول لك الاو اي ب 4. ممكن حد يجيب لي البوينت دي بمنتهى السهوله. انت عند الزيرو نزلت كام؟ المسافه دي، والمسافه دي 4 يونتس، يبقى عند الزيرو سعادتك نزلت لي نيجاتيف 4. ده الاكس وده الاف اكس من درس البولينوميال. هتاخد المنظر ده تعوض بيه في الفانكشن اللي عندك. الاف اكس هحط مكانها نيجاتيف ال 4 ايكوال الاكس هحط مكانها 0 ماينس الام. اعتقد كده الرؤيه وضحت خلاص. يبقى نيجاتيف ال 4 الكلام ده بنيجاتيف ام، كانسليشن، يبقى الام ايكوال 4. ارجع بقى حط في مسألتك ال 4 عشان تظبط الدنيا، عشان لو طلب منك طلبات تانية. يبقى اكس سكوير ماينس ال 4. بيقول لي عايز الاريا اوف ذا ترينجل ويز فيرتسز اي بي اند سي. تعال نشوف كده الاي والبي والسي. البي هو مشي مسافه انا ما اعرفهاش، يبقى مشي اكس، وقف يبقى 0. مشي اكس بس على النيجاتيف، يبقى نيجاتيف اكس ووقف. خد بوينت وليكن، تعالى ناخد البي ونعوض بيها برضه. فين الاكس الاول؟ فين الاف اكس الثاني؟ يبقى هشيل الاف اكس هنا، هحط 0. الاكس زي ما هي ما اتغيرش اسمها، ماينس ال 4. هتاخد دي توديها بالبوزيتيف، فهتبقى اكس سكوير ايكوال 4. هتودي دي بالروت، هتطلع الاجابه بوزيتيف اور نيجاتيف 2. ليه بقى؟ لان سعادتك مشيت هنا 2، وبالتاكيد مشيت هنا نيجاتيف كام؟ 2. طلب منك الاريا. احنا قلنا الاريا هاف تايمز البيس تايمز الهايت، مش هكتبها تاني، يبقى هاف. فين البيس؟ المسافه. هو بيقول لي هنا اي بي سي، علم عليها، ادي ايه ادي بي ادي سي يا باشا، ادي الترينجل بتاعك. الهايت معروف خلاص ب 4، والبيز اللي المسافه دي كلها من البي للسي، الديستانس اللي هي 2 نيجاتيف 2، يبقى كل ده يعتبر كام؟ 4. يبقى الانسر بتاعي هيطلع 8 برضه سكوير يونت. سؤال جميل وسهل، وان شاء الله يجي ونقدر نحله بسهوله. اللي بعده نفس الكلام فمش هتكلم فيه، انا حاطط لكم هي الاكزامبل بس عكسه تقدر تحله لوحدك. طيب نبص مع بعض في السؤال ده السؤال بقى اللي سعادتك بتعمل فيه رولز. لما اجي اقول لك A وB وC and دي ار بروبورشنال، سعادتك بتروح تعمل الرولز اللي هو A اوفر الB ايكوال C اوفر الD ايكوال M. طبعا بتروح تجيب الاب بس ما بتجيبش الداون خالص. عشان اجيب السي بعمل هاف كروس صغير كده، يبقى السي ايكوال دي ام، يبقى الاي ايكوال بي ام، ونبتدي بقى نجيب الليفت والرايت. طيب هنا بتشتغل على الاسهل، وانا واضح هنا اللي ما عنديش حاجه اسهل، الاثنين زي بعض، فاشتغل بالليفت هاند سايد طالما ما فيش حاجه اسهل من حاجه. يبقى ايه اوفر بي ماينس الاي. الاي اللي هي هتبقى بي ام اوفر البي زي ما هي، الاي عندي هتبقى بي ام. هبتدي بقى العب على فكره الكومن فاكتور اللي هي اصلا اساس الكلام هنا. فالبي ام اللي فوق مفيش اي حاجه تتعمل فيها، تحت البي كومن هاخدها بره. لما اخد حاجه من نفسها لسه قايل في اول الفيديو انك لازم تبقى مؤدب وتحط مكانها 1 ماينس. لما خدت من البي ام بي اتبقى ام، كانسليشن اتبقى لي ام اوفر 1 ماينس الام. اروح اجيب الرايت هاند سايد اللي هو سي اوفر دي ماينس السي. السي بتاعتي هنا كانت معايا بدي ام اوفر الدي زي ما هي ماينس السي دي ام. نفس الفكره، فوق مفيش حاجه تتعمل خالص، تحت هاخد الدي كومن، هخدتها من نفسها تحط 1، خدتها من جنب الام تحط ام، كانسليشن دي مع دي اتبقى لي ام اوفر 1 ماينس الام. في الحاله دي الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. اللي بعده نفس الكلام، سؤال انت برضو اللي بتعمل الرول، بس هنا بيقول لك كلمه ميدل بروبورشنال.
ولو قال لك كلمه ميدل بروبورشنال او لمحت كلمه كونتينيود نفس الطريقه اللي هي طبعا الليتر اللي في النص ده بيتحط في الميدل، فهتبقى A وB وC. فهتقول لي كده A اوفر البي ايكوال B اوفر السي ايكوال M. هنا بتجيب الاب واللاست اخر واحد بس، يعني البي ايكوال سي ام، وتروح عند الاي وتقول لها انت هتبقي سي ام باور 2، وشرحناها قبل كده وقلنا جت منين ان الاي بي ام، شلت البي حطيت سي ام وانا عندي ام فبقت سي ام سكوير، فبتشتغل كده على طول. هنا مين الاسهل؟ الاسهل الرايت، اعمل الرايت الاول. يبقى الرايت هاند سايد ايكوال بي اوفر بي بلس سي. البي معايا بسي ام اوفر البي اللي تحت برضه سي ام بلس السي. فوق مفيش اي حاجه تتعمل، تحت السي كومن، هاخد السي اتبقى لي من الاولاني ام، من التاني خدت حاجه من نفسها، خليك مؤدب وحط ال1، كنسل سي اتبقى لي ام اوفر ام بلس ال1. نروح نجيب الليفت هاند سايد اللي هو لازم يطلع نفس الكلام، والا يبقى انا خبطت في حاجه او لخبطت في حاجه، اشوف بقى الدنيا فيها ايه. A ماينس البي اوفر A ماينس السي، ال A احنا قلنا سي ام سكوير ماينس البي بتاعتي بسي ام اوفر ال A سي ام سكوير ماينس السي. خد من فوق الكومن سي وهاخد الام الاقل، انا عندي ام باور 2 ام باور 1، دايما باخد في الكومن فاكتور الاقل. لما خدت سي وخدت ام اتبقى لي ام، ماينس خدت سي وخدت ام اخليني مؤدب واحط 1. هنا خدت السي اتبقى لي ام سكوير ماينس ال1، كانسليشن سي، بصيت زعلت ايه ده ما طلعوش زي بعض، لان في حاجه صغيره لازم تكون عارفها، ان ام سكوير ماينس 1 دي ليها فاكتورايزيشن لسه، يبقى ام ماينس ال1. سعادتك لازم تكون عارف ان ده طالب تالتة اعدادي ومش عارف دي تبقى كارثه. هنا ام هنا ام هنا 1 هنا 1 هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، 2 براكت متخاصمين، كانسليشن دي مع دي ظبطت معاك وطلعت زي الفل. عشان كده قلت لك دايما ابتدي بالاسهل. طيب اللي بعدها ممكن يديك نمبرز هنا برضو مقنتمين متخاصمين، فانا هقول لنفسي A اوفر البي ايكوال الاي مقنتمه مع ال5، الاي فوق يبقى ال5 تحت، البي تحت يبقى ال3 فوق. عشان افصل الريشيو دي عن بعضها هحط هنا كونستانت اللي هو اتعودنا خلاص اللي هو ام، يبقى الاي بتاعتي ب 3 ام والبي ايكوالز 5 ام. طيب هنا بيقول لي فايند ذا فاليو، طبعا سبستيتيوشن عادي جدا، 7 مكان الاي 3 ام بلس 9 مكان البي 5 ام اوفر ادي ال4 مكان الاي 3 ام بلس 2 ومكان البي 5 ام تايمز بقى، وشغل عبيط جدا، شغل موظفين سهل. 7 تايمز 3 21 ام بلس 9 باي 5 45 ام اوفر 12 ام بلس 10 ام. طيب 21 و 45 هتطلع 66 ام وتحت هتطلع 22 ام، كانسليشن سمبليفاي بالآلة تطلع 3. شكرا خلصت. اللي بعدها A و B و C و D are in continued proportional. هنا فكرة مش متكررة كتير في الامتحانات بس أنا قلت أحطها لربما تيجي. لما أقول لك continued لازم تسحب معاك دايما السكند تاني، فهتقول لي B over C، وبعد كده هاخد السي تاني فهتقول لي سي اوفر الدي. انا اللي بعمل الرول، بس لما بعمل الرول لازم اعمله بشكل معين، بجيب اللاست والاب اللي هو السي، يبقى السي دي ام، ما تفكرش بقى، البي هتبقى دي ام سكوير، الاي هتبقى دي ام باور 3، دي الزياده اللي عندك. مين الاسهل؟ الاسهل الليفت هاند سايد، يبقى هشتغل فيه اللي هو A over B plus D. ال A هتبقى DM باور 3 over ال B DM باور 2 بلس ال D زي ما هي. فوق زي ما هي مفيش حاجة تتعمل خالص، تحت هتاخد ال D كومن فاكتور هيبقى لك M سكوير، والتاني خلاص حفظنا ببقى مؤدب واحط 1، راحت دي مع دي اتبقى لي up M باور 3 داون M باور 2 بلس 1. نروح نجيب الرايت هاند سايد اللي هو لازم يطلع نفس الكلام. الرايت هاند سايد هنا اللي هو C باور 3، يبقى مكان السي هحط دي M
باور 3. بدل ما اقعد اوزع على طول اوزع وانا شغال. يبقى دي باور 3 ام باور 3، الام عليها 3 يبقى اولادها الاثنين هياخدوا باور 3. هنا السي باور 2 يبقى هنا برضو السي باور 2، السي كانت دي ام يبقى دي باور 2 ام باور 2. وانا اصلا عندي دي فممكن اقوم عامل كده امسح الباور 2 دي واخليها انا باور 3، اخف الزحمه اللي عليا. بلس الدي باور 3 زي ما هي فوق، مفيش اي حاجه تتعمل، هي قصه باورات بس سهله. هنا هتاخد الدي باور 3 كومن، هيبقى لك ام سكوير، ومن التاني هحط ال1 لان مفيش حاجه اتبقت. كانسليشن طلعت نفس المنظر، ام باور 3 على ام سكوير بلس ال1، يعني الليفت ايكوال الرايت. اللي بعدها برضو ما فيهاش اي مشكله، هقول اكس اوفر 3، انا هقول لكم بس الحته الاولانيه وانت تقدر تكمل لوحدك. ايكوال 7 اوفر الاف 5، وانا بحط من عندي ام كونستانت. الزد 5 ام هاف كروس يبقى الزد ايكوال 5 ام، الواي 2 ام، الاكس 3 ام. سبستيتيوشن وهتطلع معاك ما فيهاش اي مشكله. هنا مديني زي ما انت شايف اكسبريشن زي ما انت شايف، وبيقول لي find the value of a plus 2b over 2a. المنظر ده ما يعملكش اي حاجه ولا حاجه تيجي في دماغك غير الكروس، مفيش حاجه ثانيه. يبقى هتبقى b تايمز 21x بلس ال a ايكوال a في 7x بلس ال b، وعيش حياتك بقى. دي في الفيرست هتبقى 21bx، في السكند هتبقى ab، في الفيرست هتبقى 7ax، في السكند هتبقى ab. هنا ab هنا ab نفس الساينات كانسليشن مع بعض، اتبقى لي المنظر ده. طب ما هي الاكس ممكن تروح مع الاكس، اتبقى لي 21b ايكوال 7a، ده اللي اتبقى. هو عايز مني a بلس 2b على ايه، يبقى لازم افصلهم مين متخاصمين. الاي فوق، ال7 تحت، البي تحت، ال21 فوق، اللي هي تقدر تقول عليها 3 اوفر 1. سبستيتيوشن بقى في الاكسبريشن اللي عندك ده اللي هو a بلس 2b اوفر ال 2a. الاي هحط مكانها طبعا 3 ام، لان احنا قلنا هنا هنديها كونستانت عشان اعرف اشتغل، وال2 زي ما هي، والبي هتبقى 1 ام اوفر ال2، والاي هتبقى 3 ام، وابتدي اعيش حياتي. طبعا شغل موظفين عادي جدا، 3 ام و2 تايمز 1 ام ب 2 ام، وتحت 6 ام ولا 6 ام فوق هتبقى 5 ام، تحت هتبقى 6 ام، كانسليشن ام مع ام، تلاقي لي الانسر 5 اوفر 6. طيب دي عشان فكره جديده فقلنا نحلها. دي طبعا اصعب حاجه ممكن تجي لك، اللي هو يديك شكل وانت تشتغل عليه عشان تظبط الفورمه اللي هو عايزها. مديك فورمه بالمنظر ده وعايز المنظر اللي قدامك ده. عينك على الاب، انا عايز a بلس 2b. عشان اجيب a بلس 2b من المنظر ده، معنى كده ان هو الفيرست ده ما عملش فيه اي حاجه، فانت هتعمل لي فراكشن كبير كده وتشتغل. ادي الاي، وطالما اشتغلت في الهيد هشتغل في التيل، يعني اشتغلت فوق هشتغل تحت. زي ما خدت الايه هاخدها تحت بالظبط زي ما هي. تمام؟ قال لي بلس هتعمل بلس، وزي ما عملت فوق هتعمل تحت. قال لي 2b يعني عمل ده تايمز 2، يبقى فوق بقت 2b، تحت ال 2 تايمز 3y 6y، و2 تايمز نيجاتيف x نيجاتيف 2x. اللي بعمله اب لازم اعمله داون. فوق حققت المنظر اللي انا عايزه a بلس 2b. تعال نشوف بقى السمبليفاي بتاع تحت، 2x مع نيجاتيف 2x، y و6y 7y. سيب المنظر ده وتعال نشوف الرايت هاند سايد، 4b بلس c. يبقى انا هشتغل هنا، هتمسح دي كده اهي اهي، وهترجع بقى تشوف هو عايز ايه منك. هو عايز 4b، يبقى ده كده كله عمله تايمز 4 هيد تيل فوق وتحت. يبقى هنا 4b تحت 4 تايمز 3y 12y، و4 باي نيجاتيف x نيجاتيف 4x. عمل فوق بلس هتعمل تحت بلس، عمل فوق c هتعمل c، فهتاخد اللي تحت زي ما هو اهو، بترسم ما بتعملش حاجه اكتر من كده. فوق جبت الشكل اللي انا عايزه. تحت بقى، تحت نيجاتيف 4x كانسليشن مع بوزيتيف 4x، اتبقى لي 17y.
اعمل كده، حط الاثنين دول قدام بعض، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الواي هتروح مع الواي، فهيبقى لك الشكل اللي هو a plus 2b over 7 equal 4b plus c over 17. انا بتمنى يجي لان سؤال سهل ما فيهوش مشكله، لذيذ لو انت فاهم اللي انا قلته. طيب اللي بعدها نفس الكلام عايز x plus y plus z. لما تشوف المنظر ده وانت عندك المنظر ده ما قدامكش اي حلول غير ان انت تعمل الثري الفيرست والسكند والثيرد، تجيب السمشن بتاعهم. يعني فراكشن كبير كده وتشتغل بقى x plus y plus y plus z plus z plus x over 7 plus 5 plus 8. كل حاجة متكررة معاك مرتين، x و x 2x y y 2y z z 2z over 7 و 5 هتبقى 12 12 و 8 20. هتاخد ال 2 من فوق كومن فاكتور، هيبقى لك x هيبقى لك y هيبقى لك z. تحت 20 زي ما هي، سمبليفاي تطلع تحت كام؟ 10. طيب عايزين نجيب بقى المنظر اللي هو x minus z. عشان تجيب x minus z يبقى انت عايز تطير الواي. يبقى انا ما قداميش حلول برضو غير ان انا افكر في الاثنين دول، ابتدي اعمل ما بينهم ايه؟ لو انا عملت ده ماينس ده بالعقل كده، الواي هتروح مع الواي والاكس ماينس الزد اللي هتتبقى. يبقى هقول له كده الفيرست هعمله ماينس الايه؟ السكند، ومش هاجي جنب السرد خالص دلوقتي. يبقى هتبقى فراكشن كبير كده اهو اكس بلس واي. الماينس لما تخش على اي حاجه بتقلب سايناتها كلها، فالاثنين هيبقوا بالنيجاتيف، وتحت 7 ماينس ال 5 كانسليشن الواي، اتبقى اكس ماينس زد، وتحت اتبقى 2. باي كومبيرنج الاثنين هو عايز اكس بلس واي بلس زد اوفر اكس ماينس زد، هاتهم تحت بعض يبقى اكس بلس واي بلس زد اوفر اكس ماينس زد. فبالتالي ال 10 هتبقى اوفر ال 2، و10 اوفر 2 تطلع فعلا 5 زي ما هو طلب. وشكرا. طيب اللي بعدها نفس الكلام بتاع التظبيط، هسيبك انت تطبق وتعمل كومبير ما بين الاب والداون، وهتطلع معاك الكي، وانا كده كده سايب لك في الديسكربشن الحل بتاع الشيت. طيب اللي بعدها find the number that if we add it to each term. كلمة add معناها بلس، كلمة النمبر هلت ان النمبر ده اللي انا معرفوش اسمه x. النمبر ده اسمه ايه؟ x. لما اقول لك add to each term اللي هم دول becomes يعني equal، يبقى x plus 7 over x plus 11 becomes equal 2 over 3، والكروس وتشتغل. 3 times x 3x، 3 times 7 21، 2 times x 2x، و 2 times 11 22. هات هنا ودي هناك، يبقى 3x minus 2x بx، 22 minus 21 بالاكس بون. هنا برضو find the number that if subtracted thrice. كلمة thrice دي معناها times 3. الرقم ده انا معرفوش فهو اسمه x، يبقى المنظر بتاعي 3x. if subtracted thrice of it from، دايما ببدأ باللي بعد كلمة from في الماينس بالذات. each of the two terms the ratio 49 over 69. تاني عشان دي تركية مهمة، دايما ببدأ باللي بعد كلمة from، لأن ناس كتير هتعمل 3x ماينس، لا هو بيقول لي from each of the two terms، يعني ابدأ من هنا. يبقى 49 minus 3x over 69 minus 3x. الانسر بتاعي بيقول لي بيكمز كام؟ 2 over 3، والكروس وهات الاكس زي ما انا لسه عاملها من شويه. طيب اللي بعدها هنا بقى نخش على الدايركت والانفرس. المنظر ده تو ليترز قدام بعض معناها ان هو دايركت. بعد اذن حضرتك اول ما تشوف المنظر ده اشتغل شغلك الطبيعي اللي انت عارفه، ان الدايركت بتاعتي الواي ايكوال ام اكس. عايز اجيب الام على طول، الواي ب 20 الاكس ب 4 سبستيتيوشن، يبقى الواي ب 20 الام ما اعرفهاش الاكس ب 4. هودي ال 4 الاذر سايد بالديفايدد، يبقى الام ايكوال 5، يبقى ريليشن الواي ايكوال 5x. دي الصوره بتاعه الريليشن. لازم يقول لك على طول بعديها find the value. find the value اتفقنا طالما دايركت يبقى هقول كده هبدا بالليترز اللي معايا y1 over y2 equal x1 over x2. الغلطه الشهيره ان كله بيطلع ارقام فوق، لما تطلع 2 فوق بقت باور. ده هنا كده اوردر ترتيبها يعني.
دي الاكس 1 عشان جت في الاول، دي الواي 1 عشان جت في الاول، دي الواي 2 ودي الاكس 2. الواي 1 ب 20، الواي 2 ب 40، الاكس 1 ب 4، الاكس 2 ما اعرفهاش، كروس. يبقى الاكس ايكوال 4 تايمز ال 40 على ال 20 اللي هي هتطلع 8. طيب اللي بعديه ده منظر ايه؟ الانفرس. طب على طول ما افكرش، يبقى الريليشن بتاعتي واي تايمز الاكس ايكوال الام. روح هات الام، الواي ب 3 الاكس ب 2، يبقى 3 تايمز ال 2 يعني الام بتاعتك دي طلعت لك ب 6، يعني ريليشن الواي اكس ايكوال 6. شكرا. الفاليو على طول ابتدى بالواي، هتبدا بالواي، واي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 2 اوفر اكس 1، لان انا بقول لك انفرس باينه جدا. واي 1 اكس 1 اكس 2، هات الواي 2. يبقى الواي 1 ب 3، الواي 2 ما اعرفهاش، الاكس 2 ب 1.5، الاكس 1 ب 2، كروس. يبقى الواي 2 ايكوال 3 تايمز 2 اوفر 1.5 اللي هي هتطلع ب 4. طيب اللي بعدها سؤال برضو جميل جدا وما فيهوش اي مشكله غير ان انت بتعمل مود 5 3. مود 5 3 بطريقتك اللي انت عارفها على الاله، بتكتب الكوفيشنت بتاع اول حاجه اللي هو 1 ايكوال، بعد كده نيجاتيف 14 ايكوال، بعد كده 49 ايكوال، واللي بيطلع بتعكس الساين بتاعته هيطلع لك 7، فهتكتبها انت نيجاتيف 7. طيب دول انت اللي بتعملهم، بتجيب طبعا الهاف بتاع الباور ده اللي هو اكس سكوير واي، خلاص الكلام ده ايكوال كام؟ 0، وعليها طبعا باور 2. طبعا لما هودي ده بالروت هتطلع 0، فهتبقى اكس سكوير واي ايكوال 7، ودي طبعا صورة مين؟ صورة الانفرس. هو اكيد بالتاكيد كان عايزك تثبتها اللي هي انفرس، فعلا الواي انفرسلي مع الاكس سكوير. سؤال في السهل منه جدا. هنا نفس الكلام، بروف ذات ان هم دايركت، ما قدامكش حاجه غير انت تعمل كروس، ولازم يطلع الواي ايكوال رقم في الاكس زي ما احنا اتفقنا. كروس يلا، 4 تايمز 3 اكس 12 اكس، 4 باي 2 واي 8 واي، 3 باي 6 واي 18 واي، و3 باي نيجاتيف اكس بنيجاتيف 3 اكس. جمع الوايات، جمع الاكسات. طيب دي هتروح بالماينس، دي هتيجي بالبلس، هتبقى 15 اكس ايكوال 18 ماينس 8 ب 10 واي. هو عايز مين؟ عايز الواي، يبقى ودي دي بالديفايدد، يبقى الواي ايكوال 15 اوفر 10 اكس. ممكن تجيب لها السمبليفاي بتاعها، ديفايدد 5 3 ديفايدد 5 2 اكس. طبعا دي صوره مين؟ صوره الدايركت. طيب اللي بعدها هسيبها لك تحلها برضو ما فيهاش اي مشكله، برضو بيتكلم عن الانفرس اللي تقدر تحلها لوحدك. سؤال زي كده ممكن يجيب لي ستوري بروبلم ونترجمها ونشوف هو عايزها دايركتلي ولا انفرسلي. A car moves with a uniform velocity where the covered distance، يبقى انا عندي الديستانس اهي، عندي الديستانس varies directly مع التايم. انت مش عايز حاجه اكتر من كده، يبقى الديستانس دايركتلي مع التايم، وقلنا دي الصوره تو فاريبلز لازم يكونوا قدام بعض طالما دايركتلي على طول، يبقى دي ايكوال ام تي. عايز اجيب الام بقى. اول ديستانس معايا اللي هي دي 1 ب 150 والتي 1 ب 6، خلاص يبقى هشيل الدي واحط 150، الام ما اعرفهاش، التي ب 6 وادي ال 6 بالديفايدد، يبقى الام 150 اوفر ال 6، يبقى الام هتطلع بكام؟ هتطلع معناش آلة فهنعملها لوحدنا طبعا. دي هتطلع 2، وهنا هيبقى لنا كام؟ هتطلع 5، هتطلع 20 ايه؟ 25. يبقى الريليشن بتاعتي الدي ايكوال 25 تي، هي دي الريليشن. نشوف في فاليو، find the distance covered by that car in 10 hours. طيب car in 10 hours، يبقى انا معايا تي 2، يبقى انا لو عايز اعملها هقول كده دي 1 اوفر دي 2 ايكوال تي 1 اوفر تي 2، لان هي دايركتلي. الدي 1 150، الدي 2 هيبقى مش معايا، التي 1 ب 6 والتي 2 كانت بكام؟ ب 10، الكروس يبقى الدي ايكوال 150 تايمز ال 10 اوفر ال 6 اللي هي قلنا هتطلع 250. خلاص طبعا هنا كانت بايه؟ كانت بكيلومتر، يبقى هتبقى كيلومتر طبعا. طيب اللي بعدها
هسيبها لك تحلها لان زيها ما فيهاش مشكله. هو برضو بيقول لي الفيلوسيتي اوف ووتر رانينج ثرو ا بايب فاريوس انفرسلي مع سكوير ريديوس. خد بالك من الجمله دي بس عشان وانت بتحل ما تضيعش منك. سكوير ريديوس يبقى الفي، انا بس هبتدي اهو. الفي اولا انفرسلي يبقى 1 اوفر 1 اوفر ايه بقى؟ سكوير ريديوس يبقى ار باور 2. وممكن نشتغل نفس الشغل مفيش مشكله، ممكن اعملها معاكم. يبقى V1 اوفر V2 ايكوال R2 اوفر R1. خد رايح فين؟ هتنسى الباور ايه؟ 2. خد بالك منه عشان ما ترجعش تعيط. ال V1 بكام؟ ال V1 كانت معايا ب 5، ال R1 كانت ب 3. خلاص. وطبعا عايز ال V2 وال R2 ب 3 اوفر 4. سبستيتيوشن عادي جدا. يبقى 5. ال V2 ما اعرفهاش. ال R2 هي اللي ب 3 اوفر 4 باور 2 اوفر ال R1 اللي هي ب 3 باور 2 والكروس وهات ال V. طيب اللي بعدها هنا بقى from the data of the following table. طبعا سؤال برضو جه في النماذج الاسترشاديه. show the kind of variation between y و x. هنبص الاول على الاكس نشوفها بتزيد ولا بتقل. الاكس كانت 2 بقت 4 بقت 6 يبقى بتزيد. الواي كانت 6 بقت 3 بقت 2 يبقى بتقل. يبقى الريليشن دي هتبقى انفرسلي. يبقى ريليشن انفرس. لو فوق بتزيد وتحت بتزيد دايركتلي، لو فوق بتقل وتحت بتقل دايركتلي. برضو عايز الكونستنت بروبورشنال. يبقى الاكس واي ايكوال ام. هتقول لي اخد مين؟ خد اي اتنين يعجبوك. عيني على اول اتنين خلاص. مكان الاكس ب 2 مكان الواي 6 يعني الام بتاعتي ايكوال 12 يعني الكونستنت اللي هو كان عايزه ايكوال 12. طالب مني فاليو يبقى انا هقول له برضو x1 اوفر x2 ايكوال y2 اوفر y1. الاكس 1 كانت بكام؟ ب 2. انا خدت خلاص دول فهقول هي دي الاكس 1. الاكس 2 كانت ب 3. الواي 2 ما اعرفهاش. الواي 1 اللي انا خدت دي برضو ب 6. هعمل كروس يبقى الواي 2 تايمز ال 6 اوفر ال 3 يبقى الاجابه هتبقى 4. طيب خلاص ده اخر اسئله ممكن تيجي. يا رب يا رب باذنك يا رب هو ده اللي يجي. ده اسهل نوع بالنسبه لكم. الرولز بتاعته سهله جدا 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 وهو اللي بيجي كل سنه. كالكوليت ذا ستاندرد ديفيجن. سعادتك بتجيب الاكس بار اللي هي مجموعهم على عددهم. 8 بلس 9 بلس 7 بلس 6 بلس 5 اوفر 1 2 3 4 5. تعملها بالاله وبعد كده تروح تعمل لي التيبل بتاعك اللي هو اكس. لازم تكون حافظ رصته لان انت اللي بتعمله. اكس ماينس اكس بار اللي انت جبته، وهنا اكس ماينس اكس بار اول باور 2. تنزل بارقامك 8 9 7 6 5. طيب احنا قلنا هنا 8 و9 17 17 و7 هتبقى 24 24 و6 هتبقى 30 و5 35 واوفر 5 هتطلع 7. فانت هتبتدي بقى تقول لي 8 ماينس 7 9 ماينس 7 7 ماينس 7 6 ماينس 7 5 ماينس 7. كله شغل آلة ورص، شغل موظفين بس موظف بيفهم شويه. نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 2. سكور بقى كل ده 1. طبعا لما سكور مفيش حاجه بتطلع بالنيجاتيف عشان الذكاء يعني. هنا 4 هنا 0 هنا 1 هنا 4. يا مستر عملتها وطلعت بالنيجاتيف عشان سعادتك ما حطيتش الرقم بتاعك بتوين براكت. دي الانسر بتاعي مجموعهم هيبقى 5 و5 10. انت حافظ التيبل بتاع الرول بتاعك اللي هو سميشن اكس ماينس الاكس بار باور 2 اوفر الان. طب ما انت جبت الكلام ده كله بكام؟ ب 10 وهم اصلا العدد بتاعهم 5 يبقى الاجابه روت 2. يا رب هي دي اللي تيجي لان دي اسهل واحده. طب الاثنين التانيين هم ليهم طريقه بالاله ولكنهم برضو لازم تشتغل شغل ستيبس عشان تاخد درجتك كامله. بالنسبه لدي انا هرص معاك بس الرصه الاولى وانت هتشتغل بالاله وانا كده كده سايب لك الحل في الديسكربشن زي ما انا قلت. هنا عشان اجيب الاكس بار لازم اعمل تيبل. يعني لو مديك تيبل تقول لنفسك كده يبقى الاكس بار هتيجي برضو بتيبل مش زي اللي فاتت خالص. مديك تيبل يبقى الاكس بار بتيبل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اكس كي اكس تايمز الكي اهو. اكس كي اكس تايمز الكي. فين الاكس اللي فوق اللي هو كام؟ 15 20 22 23 25 30. وبعد كده الكي الارقام اللي تحت اللي هي 2
3 5 تاخد بالك عشان ما تتلخبطش، انا نفسي ممكن اتلخبط لو ما ركزتش. 1 4. اعمل تايم بقى مفيش مشكله، دي هتطلع 30، دي هتطلع 60، دي هتطلع 110، دي هتطلع 115، دي هتطلع 25، دي هتطلع 120. هتروح تجيب الصم بتاع ده والصم بتاع ده. الاكس بار اللي هي مجموع الاخير على اللي قبل الاخير بنقول عليها كده سميشن اكس تايمز الكي على سميشن الكي، هيطلع لك رقم. الرقم ده هتاخده وتروح تعمل التيبل الكبير. ايه التيبل الكبير ده؟ اللي هو اكس كي اكس ماينس اكس بار اكس ماينس اكس بار باور 2 اكس ماينس اكس بار باور 2 في الكي. لازم ترص الرص ده، اكس كي اكس ماينس الاكس بار اللي انا لسه جايبها اكس ماينس الاكس بار باور 2، وبعد كده اكس ماينس الاكس بار باور 2 في الكي. خلاص ترص رصتك وتجيب لي مجموع اخر حاجه. ليه؟ لان الرول بتاعك بيقول لك روت سميشن اكس ماينس اكس بار باور 2 تايمز الكي اللي هي مجموع اخر كولم ده على سميشن الكي. كده انت جبت السيجما. طيب اللي بعدها عشان تعملها سعادتك لازم تكون عارف الفرق ما بين ده والتيبل اللي فات. التيبل اللي فات كان مديك اكس وكي جاهزه، هنا انت معاك رقم جنبه داش. اللي جنبه داش ده مش الاكس، ده انت عايز تجيب منه الاكس، ده الفرق. فانا عشان اجيب الاكس بار قلنا بنجيبه بتيبل، بس هنا هقول سيتس وبعد كده اكس وبعد كده كي وبعد كده اكس باي كي. ادي الفرق، ادي السيتس ادي الاكس ادي الكي ادي اكس تايمز الكي. السيتس اللي هي كام؟ 35 45 55 65 75 85. طب اجيب منهم ازاي الاكس؟ شايف دي مش ماينس، اعتبرها يا سيدي ماينس واعكسها بقت بلس، يبقى ده بلس اللي بعده اوفر 2، يبقى 35 بلس 45 اوفر 2 اللي هي هتطلع 80 اوفر 2 هتطلع ب 40. اللي بعدها نفس الكلام 45 بلس 55 اوفر 2 اللي هي هتطلع 100 اوفر 2 هتطلع ب 50. بعد اذنك ما تكملش بقى، الفرق كام؟ 10، يبقى كل مره 10. لو الفرق 2 زود 2، الفرق 5 زود 5، يبقى هنا 60 70 80 90. اكمل بقى ارقام الكي اللي عندي اللي هي كام؟ 10 14 20 28 28. وهبتدي بقى ايه؟ اعمل تايم واجيب ده اوفر ده عشان اجيب الاكس بار زي ما قلنا سميشن اكس تايمز الكي على سميشن الكي، واروح اعمل التيبل الكبير اللي احنا لسه متفقين عليه اكس كي اكس ماينس اكس بار اكس ماينس اكس بار باور 2 اكس ماينس اكس بار باور 2 في الكي اكس وكي واكس ماينس الاكس بار واكس ماينس الاكس بار باور 2 واكس ماينس اكس بار باور 2 في الكي. وهتلاقي كل ده محلول في الشيت اصلا. وكده يبقى احنا خلصنا مراجعه الالجبرا. ان شاء الله فاضل لكم مراجعه الجيومتري، ذاكرها كويس جدا باذنك يا رب، باذنك يا رب مش هيخرج منها الامتحان وهتخرج مبسوط جدا جدا جدا. بس زي ما انا قلت كل سؤال توقفه وتحله توقفه وتحله. شكرا.